اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جيت لكم في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. النهارده بقى يا بنات الفيديو هيكون قمر قمر، بس اسمعوا لي الاخر وحطوا لايك وقولي لي تحت في الكومنتات لو انت جديده عشان ارحب بيكي بطريقتي. كده اشتريت شويه مشتريات عشان النهارده هعمل بيتزا يا بنات، يعني نويت اضحي واعمل بيتزا. تمام، يعني هقف في المطبخ وهقف في الفرن. بص يعني انا مضحيه اصلا. كده اشتريت شويه مشتريات كده علشان اعمل بيها البيتزا وكده. اشتريت زيتون واشتريت خيار صغنون بحبه قوي قوي، واشتريت صلصه واشتريت حاجات يعني هتشوفوا في الفيديو. اشتريت التوابل بتاعه البطاطس دي خطيره بجد والله يا بنات، خطيره. اشتريت مايونيز وكاتشب، واشتريت كمان صوص توميه، واشتريت خلطه شاورما. مع اني اصلا هعمل فاهيتا، بس خلطه الشاورما دي بتبقى خطيره خطيره خطيره. اشتريت هنا شاي، واشتريت كده هتشوفوا يعني، وزبادي ودقيق. كملوا بس معايا المشتريات للاخر. بصوا يا بنات انا مش حافظه الاسعار، وبما ان الاسعار بتتغير كل ثانيه فربنا ان شاء الله يعيننا. ولو انا كان معايا ريسيت كنت قلت لكم الاسعار، بس والله مش عارفاه يعني، ضاع مني او حاجه شبه كده. المهم يا بنات، قولوا لي الفيديوهات الجايه هتكونوا عايزينها عن ايه، وقولوا لي عايزيني اشارك معاكم ان شاء الله ان شاء الله يعني الفطار بتاع رمضان، وبنعمل ايه في رمضان والحاجات دي. قولوا لي تحت بقى في الكومنتات انتوا عايزين ايه. جبت كده الصدر الفيليه اللي انا جايباه، وهحط عليه دقيق وملح وخل وليمون وطحينه. ثواني كده هجيب الدقيق. انا فين؟ ايوه، هو بجيب الدقيق، محدش يقول لي انا فين، انا كنت بجيب الدقيق بس. عايزه اقول لكم يا بنات اني احلى 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 عجينه بيتزا اللي هقولك عليها. انا افتكر ان انا بصور والعجينه يعني بتتعجن، بس طلع الكاميرا مش شغاله اصلا فكانت هتجيلي جلطه. فيعني استحملوني، انا هقول لكم كده كده العجينه بتتعمل ازاي. بعد ما قطعت كده الفراخ حطيت عليها معلقتين مايونيز، وحطيت عليها خلطه الشاورما الجاهزه دي. تمام، وابتديت ان انا اقلبها وسبتها قد ساعتين كده. بصوا يا بنات، العجينه بتاعت البيتزا اللي انا عملتها 2 كيلو دقيق وكوبايه زبادي كبيره وكيس لبن بودر. تمام، وكوبايه زيت ومعلقتين زعتر وملح وسكر. بس هو ده اللي انا بستخدمه للعجينه. كده اول لما حطيت زيت، اول ما الزيت سخن نزلت بالشاورما. اهم حاجه يا بنات ان انت تنزلي بالشاورما الاول، لاني انا عايزه عصارة الفراخ اللي هي تنزلها علشان تسوي البصل في الفراخ، عشان يعني تخلي الفاهيتا طعمها احلى. ابتديت كده ان انا اقلب. عايزه اقول لكم بجد يعني الخلطه بتاعت الشاورما دي خطيره، يعني ودت اصلا الفاهيتا في حته تانية. ابتديت كده ان انا اقلب. بصوا يا بنات انا ما بحبش المعلقه السيليكون دي بصراحه، بتروح وتجي معايا كده، ما بعرفش. بصوا ما بعرفش اقلب بيها، انا اقلب بمعلقه كده اعرف اتحكم فيها، لا. حتى لما بقلب بالمعلقه المعدن اللي هي العاديه ما بجرحش في الطاسه او ما بجرحش في الحله، يعني باخد بالي من حاجه شبه كده. ابتدي كده ان انا اقلب. البصل ده يا بنات انا بشره بصلتين ومقطعه على ايدي ببصلايه واحده، لان انا عايزه البصل برضو يبقى ظاهر، وبصل مع البشره يعني ينزل ميه اكتر علشان يسوي لي الفراخ، لان الفراخ دي كانت صدور مش وراك. ابتدي بقى ايه اوريكم سوا الفراخ. بصوا شايفين استوت اصلا، يعني ميه البصل والميه اللي نزلت منها سوتها اصلا. بصوا قد ايه ريحه جميله، يا ريتكم كنتوا معايا. هبتدي بقى اغطيها، ولازم تغطيها في المرحله دي لان البصل بيكون عايز يعني البخار بتاعه ينقص، فانتي تغطيها بقى عشان ايه. بصوا هو غطيها وخلاص. تمام، جبت كده 4 معالق من الزيت او 6 معالق، وجبت كيس كده كيس كاتشب حار، اهم حاجه يبقى حار. لو عندك هريسه شطه يعني هتكفي التركايه دي. تحطيها كده في الزيت لحد ما الزيت يسخن كده ويطلع ريحه الشطه اللي في الكاتشب. بس ابتديت ان انا اقلب. هستنى بقى الزيت يسخن لان الزيت ما كانش سخن قوي. بصوا شايفين نزلت هنا كده ببهارات مشكله، فلفل اسود و7 بهارات، نزلت بيهم على الزيت والكاتشب الحار ده. بعد كده ما اشم ريحه البهارات هنزل ب 7 او 6 معالق من الصلصه. ودي يا بنات الصلصه اللي هندهنها على البيتزا نفسها، يعني الصلصه دي اللي هنستخدمها، مش هنستخدم اي صلصات تانية جاهزه او اي حاجه. كده احنا بنعملها في البيت. اي نعم يعني صلصه جاهزه، بس يعني ايه، احنا بنحاول يعني نعمل كل حاجه في البيت. ابتديت كده ان انا اقلب. محدش يقول يا بنات ان الزيت كتير، دلوقتي الصلصه هتفك وهتاخد كده وتدي مع الزيت وهتبقى خطيره خطيره خطيره.
قولوا لي تحت في الكومنتات تسلم ايدك، قولوا لي ان انا قمرايه واحسن واحده في الدنيا اعمل بيتزا. طبلوا لي. ابتدي كده ان انا اقلب. شايفين الفاهيتا بقت شكلها يعني تحفه. نزلت كده بطماطمايه انا مقطعها صغير. لو انت مش بتحبي تحطي لو انت مش بتحطي للفاهيتا طماطم خلاص ما تحطيش براحتك يعني اصلا، بس انا بحب الطماطم فيها، بتبقى يعني طعمها حلو، يعني بتديها طعم حلو كده. بس لو انت مش حابه ما تحطيهاش يعني براحتك. الخضار اللي بيتحط للفاهيتا او الشاورما او الطواجن بيبقى براحتك انت. ابتدي كده ان انا اقلب بالشوكه علشان ادخل الزيت في قلب الصلصه. بجد يا بنات ريحتها كانت وهم. لو عندك توم باودر او بصل باودر حطيه في المرحله دي، ما تحطيش في البدايه لما بتحطي الصلصه. يعني مش هيأثر في اي حاجه، لا في الطعم ولا في الريحه. حطيه في المرحله دي يعني. هسيبها بقى كده. حطيت الفلفل، سبت بقى الفلفل مع الفاهيتا. انا كنت عايزه احط فلفل الوان بس قلت الالوان هتبقى كتير قوي، فحطيت فلفل اخضر عادي. ابتديت ان انا اقلب وهغطيها. الفلفل والطماطم هيتبلوا جدا وهيستووا وهيبقى خطير، واحنا لسه يا بنات هنحط لها صلصه. قلبي بقى. في ناس هتقولي انتي قلبتي كتير قوي. طب ما انا قلبت كتير علشان خاطر الفايدة تبقى صغيرة، لان انا هحطها على بيتزا فالحشوة تبقى كبيرة، والبيتزا تبقى كبيرة برضو لانها بتكمل يعني بتخمر في الفرن اكتر. فمش عايزاها تبقى كبيرة قوي، انا عايزاها حاجة تبقى رقيقة، عبارة عن حشوة مش كتيرة قوي. عايزة بس ايه، كنت هنا بدوق ابن اخويا بقول له ايه رايك يعني دوق. وجبت هنا صوص التوميه وحطيت معلقه منه. بجد انا وبحطه يعني كنت خايفه قوي تمام، بس يعني والده الفاهيتا في حته تانية خالص. بجد حلو قوي 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 كمان. اهو بص اصلا شكلها والوانها يفتح النفس. وابتدي بقى اغطيها واسيبها كده ايه، يعني تسبك الصلصه اللي انا حطيتها شويه بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا بنات، واعملوا لي لايكات كده وكومنتات حلوة زيكم. قولوا لي عايزين نشارك معاكم الطبخ، المشتريات كده يعني. انا اصلا الايام دي مضحيه بخش المطبخ كتير. هنا بقى فردت العجينه في الصينيه، يعني وزعتها بين الصواني اللي هعملها، وجبت شوكه كده وابتديت ان انا اخرمها. زي ما قلت لكم يا بنات اني عجينه البيتزا 2 كيلو دقيق وكوبايه زبادي كبيره ونص كوبايه زيت او كوبايه، تمام على حسب الرغبه يعني، وكيس خميره وسكر ومعلقتين زعتر وملح وسكر. افهموها انتوا بقى. ابتديت كده ان انا افرد بالصلصه. بس هنا كده ابتديت ان انا افرد يعني الفاهيتا عليها. دي الصلصه اللي انا عملتها في الاول. حاولوا يا بنات ما تجيبوش صلصه من على الاطراف كده عشان ما تتحرقش في الفرن يعني. بس كده انا بصور بايد وبشتغل بايد، عشان كده يعني مش عارفه اتملك قوي. انا خدت الصواني وقعدت في الارض يعني مش قادره، اللي هو ايه يعني، مش قادره اصلا استناها واوزع في الصينيه دي. يعني بجد ولا طاقتي خلصت رحت اخدت الصواني ونزلت في الارض. كده وزعت الزيتون. كان المفروض احط الزيتون فوق الجبنه، بس بما اني ما شغلتش دماغي فحطيته تحت الجبنه، فما تغلطوش الغلطه دي. وعايزه اقول لكم اني في البيتزا دي بس حطيت جبنه. الباقيين دخلتهم الفرن الاول استووا واتحمروا كده من فوق، بعد كده رحت موزعه عليهم الجبن. بجد الحركه دي فرقت قوي، لان انت لو حطيتيها كده من الاول للاخر الجبنه هتنشف. بس لو حطيتيها كده من بعد يعني ما تستوي وخلاص، الجبنه هتفضل طريه وهتمط معاكي وتبقى خطيره. هنا خلاص كنت خلصت الكميه، وعملت كمان شويه ميني بيتزا كده للعيال عشان يقولوا عليا ان انا عامه شاطره سيكه كده يعني. جبت بقى بطاطس. يعني النهارده انا نويت اغديهم وعلى مزاجي. بس كده البطاطس كانت اتحمرت عشان نجرب بقى التوابل بتاعه البطاطس الجديده دي. بس عايزه اقول لكم انا جبتها اكتر من مره، بجد يا بنات تحفه قوي. مش عارفه ليه بيبيعوا منها اكياس، بس ليه ما نجيبش كده حاجه كبيره بتخلص بسرعه.
بس كده طلعت البطاطس، خليها بقى تتصفى شويه واحط عليها التوابل دي. التوابل دي يا بنات فيها ملح وكل حاجه، يعني ما تحطيش ملح على البطاطس خالص، هي فيها كل حاجه. وهنا بقى البيتزا كانت طلعت، هو ده اللي بقول لكم عليه، ان الصلصه من على الجناب هتديكي لون الحرق، بس هو مش حرق يعني، هي صلصه عاديه. بس بجد يا بنات حلوه قوي يعني. بصوا انا اصلا يعني عايزه اقطعها لكم، بس بجد كانت سخنه قوي قوي، ما عرفتش اتعامل معاها لا بقطعه البيتزا ولا بمخرطه الملوخيه ولا بالسكينه. تمام، فاتعاملت بالمقص. استنوا استنوا عشان تشوفوا قد ايه انا جميله. بصوا اهي، بجد تحفه قوي. انا اصلا ما كنتش عارفه ان انا اخرج لكم منها جبنه او اي حاجه، عشان كانت سخنه سخنه قوي. وعايزه اوريكم بس ان هي من تحت متحمره وتمام. وعايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت في الفرن، يعني ما بتاخدش اصلا، ما بتاخدش نص ساعه يعني، يا دوبك بتاخد 10 دقايق من هنا و5 دقايق من فوق وخلاص. وتحطي الجبنه تخليها 5 دقايق في الفرن. بس بقى، وده كان فيديو النهارده. عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس.